شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يعد من أهم الناس الذين كتبوا في التصوف، وقبله أئمة وعلماء كثيرون: الفضل بن عياض، عبد الله بن المبارك، سهل بن عبد الله التستري، معروف الكرخي، أبو سليمان الداراني، ويوسف بن أسباط، والجنيد بن محمد، وغيرهم كثيرون جدا من الأخيار ومن العلماء. يعني خلي بالك أن الصوفية دول كانوا محدثين وكانوا فقهاء وكانوا مفسرين وكانوا علماء، ولكن غلب عليهم جانب العبادة والتخلي للعبادة والتقلل من الدنيا والإقبال على عبادة الله عز وجل وتزكية النفس وتطهير القلب بأعمال القلوب. هو ده معنى التصوف الجميل اللي هو من صلب الإسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جانب العبادة والزهد في الدنيا والتخلي لعبادة الله عز وجل والتقلل منها، وهذه الأعمال أعمال القلوب وتزكية النفس كانت موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة، فهو سيد العباد عليه الصلاة والسلام.